شم ريحة الجنة قبل ما يموت. هذه أعظم موتة في التاريخ أنا أشوفها من وجهة نظري. في معركة أحد لما أشيع عن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، كسرت نفوس الصحابة، خلاص ما يحسون للحياة طعم، فكسرت نفوسهم ورموا سيوفهم. مات حبيبهم اللي يفدون بأرواحهم. هنا مين دخل المعركة؟ أسد ضرغام وحش من أسود صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ نظرة على المعركة وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنعون، أي المشركين، وأعتذر إليك من أولئك، أي من تراجع من المسلمين. فصاح بجيش المسلمين وقال: ما بالكم كسرت نفوسكم ورميتم سيوفكم؟ قالوا: مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنادى بهم مثل الأسد يزأر: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. يعني ايش تبغون بالحياة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأخذ سيفه رضي الله عنه وارضاه وانطلق على جيوش الأعداء، وأخذ يقاتل فيهم ميمنة وميسرة، مقبل عليهم مثل الأسد يشق صفوفهم رضي الله عنه وارضاه. إنه الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. فبعد معركة أحد أخذ الصحابة يبحثون عن الشهداء رضي الله عنهم جميعا، فوجدوا بين الشهداء رجل ما عرفوا ملامح من قوة الطعنات وضرب السيوف اللي فيه والرماح، ما عرفوا من هذا الرجل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله، ولد أخو أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. يا أخي الأنصار، والله الأنصار ذولا أسود زمانهم رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول أنس بن مالك ما عرفنا مين هذا من قوة الجراح اللي فيه، لكن تخيلوا مين عرفته أخته بعلامة في يده. الله أكبر، رضي الله عن أنس بن النضر وعن جميع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمعنا الله به وإياكم والدينا وأهلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. أخيرا نحبكم في الله، وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.